السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. حبايبي عاملين ايه؟ تعالوا بقى نعمل النهاردة كنافة النابلسية. الكنافة النابلسية ديت مفيش اسهل منها. يعني اسهل كمان من الكنافة التانية. دي سهلة سهلة سهلة، وطعمة بقى طعم انا ما قعدتش عندي يعني يوم. انا عملتها بالليل اتاكلت في ساعتها، كانت فظيعة. انا جبت نص كيلو من الكنافة النابلسية دي، موجودة عند اي بتاع جلاش كنافة. قولوا له انا عايزه الكنافه اللي هي النابلسيه ديت، ما لقيتهاش يبقى هاتي انت الكنافه العاديه، وهاتي لون احمر او اورنج وحطيه عليه. خلصت خلاص. انا جبتها كانت طبعا في التلاجة. بعد كده جبتها ورحت مدغدغاها، وقمت نازله عليها بكوبايه سمنه وثلاث معالق من السكر، زي ما انتوا كنتوا شايفين كده، وجيت دعكتهم في بعض كويس. بعد كده هجيبهم على الصينيه، واقوم بقى ايه، فرداهم كويس كويس كويس. يبقى انا جبت نص كيلو من الكنافه، حطيت عليها كوبايه من الزيت وثلاث معالق سكر باودر عشان الكنافه تبقى مسكره كده من جوه. وهتفضلي بقى ايه، تدكيها كده في بعضيها علشان تبقى كلها ايه، سوا واحد اهو. بصوا لازم تعملوا الحته دي جامد جامد جامد. ما عندكيش اللي انا بعمل بيها اللي هي رصه البطاطس، هاتي صينيه، هاتي طبق، واعملي الحته ديت. جبت بقى الجبنه ديت بتبقى عند اي حد بتتباع. قولوا له انا عايزه الكنافه الجبنه النابلسيه ديت اللي هي بتاعت الكنافه، لازم يا جماعه عشان ما يكونش فيها ملح. انا جبتها وحطيتها بقى على الوش، وفضلت احطها على البوتاجاز واسيحها اهي. بصوا بقى اهي طلعتها، بس هي اتلسعت مني بقى شويه، بس ولا فرق في الطعم. بعد كده جبتها وقمت نازله عليها بالعسل كان عندي. وقمت بعد كده كان عندي بقى مكسرات، قولوا معايا سوداني وحاجات من ديت، قمت مرششاها في ايه، على الوش. عايزه اقول لكم كانت تحفه. بس اهم حاجه تهدي البوتاجاز جامد جدا جدا عليها عشان ما تتلسعش زي ما اتلسعت مني كده. كان ابني واقف جنبي ونسيتها، بس ما فرقش في الطعم، كانت تحفه. بصوا ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، فيديو كنافه النابلسيه. الكنافه دي مفيش اسهل منها واطعم منها، بس اهم حاجه اللي انتوا تبقوا واقفين جنبها وتطلعي الشربات وتسقيه. باي باي.